السلام عليكم متتبعي قناة طرس نينا، ومرحبا بمتتبعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نطرقوا للطرز ديال الغرزة الفرنسية باسهل الطرق. اول حاجة هي خاصنا نعملوا الاطار ديال هاد الرشمة بعرق ديال السلسلة. الطريقة ديالو سهلة كيف ما تتشوفوا. الغرزة اللي تيخرج منها الخيط هي فين تنعاودو نتكيو الابره. لاحظوا الخيط منين خارج تما فين تنعاودو نضربو الابره وتنخرجوا الابره من وسط الدائره ديال الخيط، وهكذا تتكون عندنا عرق ديال السلسله. غادي نتبع الاطار ديال هاد الرجمه بهاد العرق السلسله، لان العرق ديال السلسله هو اللي تينقي لينا الخدمه ديال الغرزه الفرنسيه. الغرزه الفرنسيه الا ما كانت محاطه بتا شي عرق ما تجيش نقيه، والخدمه ديالها تتعطي الشكل زوين. بدون اطار تتكون ما الخدمه مزويناش وما عطيش الشكل ديالها نقي. غادي نخليكم مع مراحل ديال هاد الاطار. مني غادي يسالي غادي نعاود نشرح لكم الغرزه الفرنسيه كيفاش غادي نديروا ليها. دابا غادي نتبعوا المراحل ديال العرق، ومن بعد غادي نتبع معكم مراحل ديال العرق السلسل عفوا الغرزه الفرنسيه. دابا غادي نتبع معكم تطبيق ديال مرحله الغرزه. لاحظوا الخيط دورته على الابره 2 المرات، نزلت الابره فوق من الثوب والصبع الاخر شاد الخيط، تنزل الابره وتنبقى شاده في الخيط حتى لاخر لحظه عاد باش تنطلقوا. الا طلقتيه قبل ما توصل الخيط الاخر ديالو العقده عاد تعقد ليك وغتبقى محلوله فوق من الطرزه، ما غاديش تعقد لك فوق من الثوب، غتبقى معقوده وكاين خيط مطلوق عاد فاش الثوب، ما غاديش تكون تجيك العقده فوق من الثوب. لاحظوا 2 المرات تضرب فوق من الثوب، لاحظوا 2 المرات تتحط فوق من الثوب، الصبع الاخر تيبقى شاد في الخيط، تتنزلي الابره تدوري واحد 2 دورات وتجريها، تتبقاي شاده في الخيط حتى لاخر لحظه عاد تطلقي، حتى لاخر لحظه حتى ما يبقى في الخيط والو، تيبقى فيه شوي عاد فاش تطلقي ديك الساعه الخيط. 1 2 نزل فوق من الثوب، ندور الابره واحد شويه ونجرها، نبقى شاده في الخيط حتى لاخر لحظه. هكذا الغرزه الفرنسيه تخدم. تندور واحد شويه الابره تنجرها وتنبقى شاده في الخيط حتى لاخر لحظه. هاد التقنيه هذه الا رديتوا ليها البال ورديتوا انتبهتوا لهاد 2 النقاط اللي قلت لكم، انه الخيط بقى شادو بصبعك حتى لاخر لحظه، وان الابره منين تضربيها في الثوب تديري بحال تجبديها من التحت قبل ما تجبديها تكوني دورتي الابره واحد 2 دورات تحت من الثوب، عاد فاش تجبدي الخيط. هاد المرحله مهمه.
الا ما عملتوهاش تجيكم الى الخيط مباشره، كيف ما تنوريكم مباشره، وجبتي الابره بلا ما تدوري الابره واحد شويه، تيجيك صعيبه تبقاي انت تتجري والابره شاده مع ديك العقده الفوق. ديري بحال تدوريها في العكس، اتجاه المعاكس من التحت، يديك تحت المرمى بحال تدوري الابره واحد اتجاه معاكس، عاد فاش تجري بشويه هكذا تتسهل لك العقده. خليكم مع تطبيق الغرزه. نتمنى انكم فهمتوا الملاحظه ديالي. اللي ما فهمهاش يتواصل معايا وغادي نعاود نشرح ليه، مع ان الامر راه واضح. الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نكمل معكم هاد الرشمه، ولكن هاد النوبه غيكون فوق منها التنبات. واحد النوع ديال التنبات ساهل للمبتدئات، دغيا تيطلع الرشمه وفي نفس الوقت ساهل، وتيعطي الرشمه واحد الجماليه، ودغيا تطلع لك رشمه. يعني في نهار ممكن تطلعي بهاد التنبات اللي غنوريكم في الفيديو الماجي ان شاء الله، غادي نتبعو معكم في لا فيديو. إلا وصلتوا معايا لهاد المرحلة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. تعليقاتكم زوينة وتنتمنى لكم التوفيق.